عندي سؤال اخواتي الاهلاويه، معلش سؤال لكل جماهير مصر. مين اللي قال على الناس دول برازيل مصر؟ مين اللي قال على الاسماعيلي ان هو برازيل مصر؟ من ساعه ما اتولدنا واحنا بنسمع الاسماعيلي منبع المواهب. الاسماعيلي هم برازيل مصر. الاسماعيلي هم مش عارف ايه. ما شفناش حاجه. احنا ما شفناش حاجه. ايه النهارده النادي الاهلي دك الدراويش، دك بتوع المانجا دكهم. اللي مش فاهم يعني ايه دك ده يعني محتاج شرح كتير، ولكن خزوة ممكن تمشي معاك. قطع برضو بالنسبه للناس الجزارين ممكن تمشي. المهم ان النادي الاهلي عمل الصح والمظبوط مع الاسماعيلي النهارده. النادي الاهلي النهارده بسم الله ما شاء الله. هي حاجه واحده بس اللي زعلان في الماتش كله بجد والله، اصابه امام عاشور. يا ترى الاصابه دي ايه فيها؟ ايه الدنيا لسه هنشوف، ولكن بكاء امام عاشور النهارده بيقول لنا ان ربنا يستر. يعني احنا كلنا كده كاهلاويه دلوقتي قاعدين بنقول ربنا يستر. وطبعا عارف انا الفرحه والشماته مش حاجه جديده عليكم، اقسم بالله انا عارف القصه دي هي مش حاجه جديده عليكم، ولكن مجمل المباراه واللي شفناه النهارده من النادي الاهلي بيقول النادي الاهلي بخير يا رجاله، ما تقلقوش خالص. النادي الاهلي النهارده عمل ماتش 10 على 10. النادي الاهلي النهارده كان ماسك الماتش حرفيا من الدقيقه الاولى للاخيره. شفنا كام هجمه كده للاسماعيلي على مرمى الشناوي ولكن بدون اي فايده، ملوش اي تأثير لازمه. النهارده النادي الاهلي حسين شحات تاو الهدف الجميل الفولو الحلو اللي هو عمله. موديست للاسف مش حاسه. ايه مش حاسه يعني ايه؟ مش عارف، بس حاسس ان في حاجه غلط. هو مش المكنه طلعت قماش في ماتش انبي، طلعت قماش، ولكن الماتش ده في حاجه مش مظبوطه يعني البدن بتاعه واقع ممكن زي ما قال ايمن الكاشف، ممكن ولكن لمسته برضو في حاجه. يعني انا مش حاسس باللمسه اللي هو اللاعب اللي هيعمل معاك الفارق. والله مش حاسسها. انت بقى عايز تختلف معايا براحتك يا اخويا، بس انا شايف كده موديست. مش عايز احكم برضو عليه دلوقتي، ولكن شايف ان هو الحمد لله على المكسب يا رجاله.